حلوه باصه خطيره طبعا الاول ايوه طبعا من غير يا ابني من غير ما من قبل ما تدخل انا اتوقعها لك. ويفك الشفره. طبعا. نبيل كوكا الباك الشمال يتحرك اكيد قدام ويخش كمان اكيد في عمق اكيد الملعب اكيد اكيد ويسجل اكيد يا اكيد. ساده هدف التقدم. هو انا حفله الماتش ده 17 حفله، من هتلاقي الزمن. مش اقل من الشوط اربع الاول خمس تجوان. واحد النادي الاهلي اي حد ياسين نفسه في هادي. حاجه يجيبها طهران الجون ده في الاسماعيليه الماتش ده. هدف ملعوب بفكر عالي موجود في الجناح الايمن والتحرك والباص جميل والرؤيه حلوه والعرضيه الساحره. متع عينيك ببصه حلوه من حسين الشحات. اوفسايد. ودي الرؤيه ودي العرضيه تدرس بقدم محمد هاني واللمسه الواحده روعه الروعه من احمد نبيل كوكا عشان يسجل الان هدف التقدم واول اهداف كوكا في جت دوري على دي، نايل في الموسم يعني جت على دي الحالي. يعني. 1-0 النادي الاهلي. بدري مولوكم يفك الشفره ويفتح الطريق ويسجل الان هدف التقدم في المباراه. يا جدعان بقالنا بتاع ربع ساعه ما جبناش الجون التاني، في ايه؟ غريبه يعني يا اهلي. وركنيه والعرضيه عاليه فوق راسيه قويه والهدف. الله الله ايه الله ده؟ الله عليك ايه يا ده؟ ولد. الله جول. يوت الهدف لعبها الثاني ضربه بدماغه الراس من نص من من ال ياسين مرعي. 18. ياسين ده انت جون عيان قوي. ضربه الراس. ده مين الحارس العيان ده؟ زي ما الكتاب بيقول ياسين مرعي. لا يا عم عادي، كده كده معروف ان هي سكور اصلا. زيزو وضربه الراس. لعب ضربة راس من نص الملعب. على شمال محمد هجرس. الكل محمد هجرس ده مهجرس. للنادي الاهلي في دقيقه. ايه ده والله ايه ده بجد. بص لاعب الكوره منين يا حبيبي يا حبيبي. والاتقان الغير عادي من الموهبه. المكسب الكبير. ياسين مرعي يسجل النهارده الهدف الثاني للنادي الاهلي والهدف الثاني لياسين مرعي في الدوري المصري في هذا الموسم. سجل هدف من قبل والهدف كان في الاسبوع الاول في مرمى مودرن سبورت والنهارده ياسين يلا بالمره عادي يسجل هدف ثاني عادي.